يعني ايه المابس بتاعت الماتيريال؟ المابس اللي هي تكستشر. عايزين نعمل ماتيريال خشب مثلا، اول حاجه بتدراج اند دروب التكستشر بتاعتك كده وتسيبها، بتلاقيها نزلت معاك هنا. تحط الاول الماب بتاعت الخشب، التكستشر اللي انت جايبها في الديفيوز. خلي بالك ان التكستشر لازم تبقى سيملس يعني بتكمل بعض، او على حسب انت بتعمل ايه بالظبط. ودي بومب للخشب. بص التعريجه بتاعت الخشب عامله ازاي. ده في البامب انت مش حاطط خشب اصلا. البامب هنا بيبقى ليه نسبه انت بتستخدمه على حسب اللي انت عايزه، او انت عايز يبقى ظاهر عامل ازاي. لو عملنا 100 بص بقى قوي جدا. ممكن نعمله 500، بس طبعا ده في الريندر ما بيبقاش شكله احسن حاجه. فاحنا بنحاول نخليه واقعي كده ومش عامل ازعاج ومريح للعين بالسنس بتاعك كده وانت شغال. انا شايف ان 70 ممكن تبقى كويس. ممكن نعمل حاجه تانية بدل ما هو بيلمع قوي كده. طب نقدر نتحكم في الريفليكشن زي ما قلنا. كل ما هو ابيض اكتر كل ما بيبقى الريفليكشن بتاعه اعلى. لو نقلله شويه كده الريفليكشن بتاعه بيقل. الخشب بيبقى فيه ريفليكشن سنه كده، على حسب انت عايز تعمله موت ولا فيه جلوسنس، دي حاجه بتاعتك انت برضو. خلاص فانت ممكن تخليه 100 وتخلي الجلوسنس بتاعتك 7، يعني كده بقى معقول تحس ان هو واقعي. وممكن نعمل برضو حاجه تانية خالص، نحط نفس الماب في الريفليكشن فيعمل لي ريفلكت في الاماكن اللي لونها فاتح والغامق ما يعملش فيها ريفليكشن يعني. او انا بوصل لك المعلومه ولكن الريفليكشن بيبقى ليها ماب مختلفه. انت ممكن تبقى منزل المابس جاهزه بتاعت ماتيريال معينه، ممكن تعملها انت بايدك على الفوتوشوب لو بتشتغل فوتوشوب. وممكن ابقى اعمل لك فيديو بعد كده اشرح لك ازاي تجيب تكستشر كويسه، تجيبها منين وتطلع منها البامب والريفليكشن والجلوسنس عشان تطلع ماتيريال واقعيه ويبقى شكلها حلو معاك في الرندر. طيب انت كده فهمت الماتيريال بطريقه سريعه ولذيذه. احنا بقى عايزين ايه؟